حكيم زياش كيشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف ديالو الرجولي عاوتاني مع خوتنا في فلسطين. حكيم كيلوح هاد ستوري هذا وكيكتب فيه الا ما كانوش عيالات او اطفال كيهربوا، وكيكتب في التحت تحيا فلسطين. وكيرد عليه هاد اللاعب هذا اللي كيلعب مع فريق من الكيان، كيسبو بهاد ستوري هذا. كملوا معايا الفيديو باش تفهموا كلشي. في الاول كانت مباراة اياكس ضد مكابي تل ابيب، يعني فريق صهيوني في هولندا مدينة امستردام. ومن بعد هذه المباراة يعني مشجعون هذا الفريق الصهيوني خرجوا في شوارع هولندا ويقومون بالشغب، يعني كيسبوا اخوتنا الفلسطينيين وكيقطعوا الرايات الفلسطينية. ولكن تدخلوا المغاربة، يعني الجالية المغربية المقيمة في هولندا. زيد الدراري زيد الرس 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 الدراري جراو عليهم يعني ناض الشغب في شوارع هولندا. ومن بعد حكيم زياش كي بوستي ستوري في انستغرام كيحيي فيه المغاربة اللي قاموا بهذا العمل يعني الجبار، للعرب كاملين كيحيوا المغاربة على هذا العمل. ومن بعد كيجي هذا اللاعب هذا يعني الصهيوني اللي كيلعب في الفريق مكابي تل ابيب، وكيحط هذا الايموجي هذا الاستهزائي على ستوري ديال الحكيم زياش، وكيطاغي الاتحاد الاوروبي لكرة القدم باش يتم المعاقبة ديالو، يعني بغرامات مالية او يعني التوقيف ديالو من اللاعب. وخاصنا يعني نضمنوا مع اللاعب ديالنا حكيم زياش اللي واقف مع القضية الإسلامية. ومن بعد ما قام ديك الشكوى كان هذا هو الرد ديال حكيم زياش، يعني كيضحك على هذا اللاعب هذا.